شوفوا لي هالصوص الكريمي، شايفين؟ هيك بدنا الصوص. شوفوا لي على هالمدة الكريمية، شوفوا لي. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. اليوم جايتكم هيك بطريقة 3 حشوات للمناقيش بزعتر ومحمرة وجبنة، وبتمنى تكملوا الفيديو للآخر مشان في أسرار لنجاح المناقيش الزعتر وطريقة خاصة للمحمرة والجبنة على طريقتي أنا. هلا اجينا لوقت مساواة الحشوة. هون عنا المحمرة. أول شي بدنا نبدأ. معي هون نص كاسة زيت أو 3/4، لأنه عندي كريم بندورة بدنا نحطهم. وفورا بنحط البصلة، ما بنتركها لا تحمى. بدنا نحط بصلتين مقطعين كبار وبنقلبهم تتبيل. هلا بعد ما دبلت عنا البصلة بدنا نحط لهم معلقة ملح كبيرة. طبعا انا دائما الملح بقول حسب الذوق، يعني انتو شو بدكم بتحطوا. وبدنا نحط لهم معلقة من الفليفلة، دبس الفليفلة نقليها مع البصلة. هلا طبعا هي كمان حسب انتو ما بترغبوا الحد بتحطوا كمان، لا تتقيدوا. وعندنا هون معلقة كبيرة من الكمون ومعلقة كبيرة من كزبرة يابسة. غير هي البهارات انا ما بحطها للمحمرة، بتطلع اطيب، ما تكتروا لها بهارات. هلا طبعا على درجة حرارة نايسة على الغاز، حتى هيك يغلوا شوي مع بعضهم مشان البصلة هيك تتنكه وكلها مع الزيت تتنكه من طعم الفليفلة والبصل. هيك بنقلبهم حوالي دقيقتين على نار وسط، ايدنا مستمرة، يعني ما بنتركهم لانه مشان ما يلدعوا معنا. هلا بعد ما قليتهم شوي انا هلا بدي احط لهم معلقة من السمسم او معلقتين حسب الكمية اللي عندكم، ومعلقة من حبة البركة، ومنقلبهم شوي مشان تعطي طعم التحميصة لإلهم طيبة. هلا بنعلي النار وبنبلش نحط البندورة. هدلون كليان بندورة وفارمتهم على الخلاط ناعم لازم يكونوا. هلا بنحركهم مع المكونات وبنترك النار عالية على الآخر وبنغطيهم مشان ما يطرش البندورة لبرا لبين ما هيك يغلوا شوي. هلا بعد ما عنا غلى الصوص بدنا نعدل الملح، الحاد، البهارات طبعا كلها بنعدلهم، بنشوف اذا ناقصهم شيء، وبننوص الغاز على الاخر لحتى بدنا القوام يكون كريمي. هيك ما بيمشي الحال لانه بدنا ندهنه على العجينه، بس طبعا كل شوي وشوي بنحرك مشان ما يلزق معنا بسفل الطنجره. هلا انا بعد ما هيك نشفت عنهم شوي المي شلت الغطا وتركتهم هيك ينشفوا على الاخر، ما عاد يطيروا ابدا هلا الصوص لبرا لانه نشفت تقريبا منهم 3/4 المي. وهلا بدنا نتركهم لحتى يصير معنا كريمي. هلا هون معنا زعتر، انتم الكميه اللي بدكم تحطوها، انا ماني معيره لانه الزعتر سهل امتى ما كان بينخلط، بس طبعا لازم يكون الزعتر اخضر خاص للشوي. الاحمر ما بيشتغل للشوي لانه بيحترق، اما الاخضر ما بيحترق ابدا. وعندنا هون بدنا نحط الزيت شوي شوي ونخلطه. لازم يكون الزعتر مرق، يعني مو انه ناشف مشان ما يحترق معنا. هلا طبعا بدي لكم معلومه، الزعتر الاخضر لازم يكون فاتح مو غامق، الغامق بيحترق اما الفاتح ما بيحترق. هلا شايفين هيك لازم يكون قوام الزعتر معنا هيك. وبنرجع بنحط اذا بدها، شايفين هيك يكون لا انه ناشف ولا سائل اكثر من هيك. هلا اجى عندي دور حشوة الجبنة. هلا عندي هي الجبنة انا رح ساويها بس بدي اخلطها مو لوحدها، وهلا تعوا معي لنشوفها شلون الطريقة. هلا انا هون معي باقة من البقدونس، طبعا مو كبيرة، صغيرة، فارمتها وغسلتها وصفيتها منيح من المي. وبدي هون ارشلهم شوي من الملح، طبعا ما بنكتر ملح لانه عنا جبنة
اللي هلا بدي ورجيكم اياها الا يكون فيها، انا محليتها بس الا يكون فيها شوية ملح على الدواء طبعا. وعندي هون شوية فلفل. شو بدنا نساوي فيها هلا؟ بدنا ندعكها منيح بايدنا. عندي هي الجبنة اللي قلت لكم عليها، بدنا ندعكها معهم 4 قطع منها. شو بنساوي؟ معي هون 3 قطع من الموزاريلا، وعندي هون جبنة أشقوان تبع البيتزا بارشتها مثل ما شايفين، كمان بدي احطهم وخلطهم معهم. عندي من هي الجبنة البيضاء، جبنة بلدية محلاي مسبقا، كمان بدي ابرشها فوقهم. انا هون انتهيت من دعك الجبنة. هلا اجينا لهون للزبدة. معي هي المعلقة الكبيرة مثل ما شايفينها زبدة، ومعي هون بيضتين حطيت لهم شوية ملح شوية فلفل، وبدنا نعدل ملحهم وفلفلهم طبعا بعد ما نحركهم. وهلا اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الاشتراك ليصلكم كل شيء جديد. وهلا بقلكم الى اللقاء بفيديوهات جديدة باذن الله.